اقسم بالله هتفضل معاكي في الفريزر لمدة سنة بنفس الخضار ده. جربتي طرق كتير تفرزي بيها الملوخية وتسود معاكي او لونها يغير او طعمها، انسي كل اللي فات وتعالي جربي معايا طريقتي دي. اقسم بالله هتعتمديها وهتعجبك جدا جدا. انا من عشاق الملوخية ومش بتعجبني ابدا الملوخية اللي بنشتريها من المحلات متفرزة. صلي وسلم على الرسول وندخل على الفيديو على طول. انا جبت كده كيلو من الملوخية وقطّفته، وبعد ما قطّفتها وصلت معايا لييجي نُص كيلو كده، يعني بقى ورق كده نُص كيلو. طبعًا الملوخية من الورقيات وبتحب الغسيل حلو أوي، يعني اغسليها كتير، كتير تحت مَيّة جارية علشان بيكون عليها تراب كتير جدًا، فمهم أوي حتّة الغسيل ديّة. وخلاص هاسيبها بقى في المصفى تصفّي المَيّة مش تنشف. على النار هنا كده في حلة حطيت كوباية من المَيّة، كوباية الشاي، هنضيف كوباية مَيّة. سِبت الكوباية تغلي معايا كده على النار، وبعدين ما ضفتش أي إضافات، جِبت الملوخية على طول ونزلت بيها في المَيّة المغلية دي. هنا يا جماعة عشان الملوخية ما تتأكسدش معاكِ، ثانيًا علشان ما تسودش معاكِ بعد ما تتأكسد وطعمها يغيّر. الناس اللي بتشيلها على طول وهي ورق كده من غير ما تبخّرها كده أو تعمل معاها المرحلة ديّة كده، عشان كده بتسود منِّك وما بتكونش حلوة، وما حدش يعملها بالطريقة دي. باشوف قنوات كتير بتعملها بس حرام والله العظيم عشان مشاهدات وترند وخلاص، ولكن بتكون فاشلة مليون في المِيّة، طعمها بيكون متغيّر معاكِ. سِبت الملوخية على النار، بعد دقيقة كده رفعتها على طول وهي سخنة، هاجيبها وانزل بيها في الكبة بتاعتي. ممكن تفرميها كمان في الخلاط، ولكن في الخلاط الحاجة بتنعم أكتر شوية، فخدي بالِك ما تفرميهاش كتير في الخلاط لمّا تبقى معاكِ خشنة شوية ما تنعميهاش أوي، أوي. في الكبة هنا كده وهابدأ أفرم الملوخية بتاعتي زي ما اتفقنا وهي سخنة على طول، مش هنسيبها تبرد، تكون معاكِ بالشكل دوّة كده. هاجيب بقى كده حاجة على طول علشان أبدأ أقسّمها معايا، فضيتها هنا كده علشان تسهّل معايا يعني وأنا بافضّيها في الأكياس. جِبت أكياس تلاجة بقى وهابدأ أقسّم الملوخية بتاعتي فيها. عايزة أقول لِك ممكن تحطيها كمان في برطمانات بلاستيك وتشيليها في الفريزر، هتفضل معاكِ باللون ده يا جماعة. أقسم بالله تعجبكم جدًا، 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 طريقتها هتبهركم. تمام كده، خلاص بقى هاسيبها على الرخامة بعد ما قسّمتها لمّا تكون دافية معايا مش ساقعة متلجة عشان لونها ما يتغيّرش، ونشيلها على طول وهي خضرا في الفريزر. جرّبوها وربنا يحسن ما بين إيديكم.